السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما كلكم في اتم صحة واحسن حال. النهاردة جاية لكم بحاجات جميلة جدا. دي مقتطفات طبعا من قناتي، اللي حاجات عملناها قبل كده في القناة. يا ريت اللي عايز اي وصفة من دي يدخل على القناة وهو هيشوف كل الوصفات الجميلة اللي قدامكم دي. ايه الحلاوة والجمال ده يا عبير! احنا عملنا كل ده مع بعض وحاجات كتير تانية انا ما نزلتهاش في المقتطفات دي، فاحنا هننزل النهاردة بس حاجات بسيطة كده علشان ندخل بقى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يلا بينا ندخل على الوصفة، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل بقى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ايه اللي انت جايباه يا عبير ده؟ طب فين الوصفة؟ هندخل دلوقتي ونشوف الوصفة بأقل تكلفة جدا وبسيطة جدا، ومش هتاخد منك اي مجهود ولا اي تعب ولا اي حاجة، واقتصادية جدا جدا. هتشربي معاها الشاي، شاي بحليب، جميلة قوي قوي قوي. فيلا ندخل على وصفتنا، يلا بينا. دول 2 حبتين بيضة ونص كوباية سكر، وطالما في بيض يبقى في فانيليا، ودي رشة ملح. وده طبعا احنا بنسهل على بعضينا يعني. كل حاجة. اللي ما عندوش مضرب يعمل بالمضرب اليدوي عادي. ودي كوباية زبادي، علبة زبادي كده زي ما انتم شايفينها. ودي نص كوباية زيت. ودول معلقة لبن بودر، دول اختياري يعني، مش موجودين عادي، مش ضروري خالص، هما مش في الوصفة، بس عشان بعزز الطعم بس مش اكتر. ودول 3 كوبايات دقيق زي ما انتم شايفين كده. احنا بنسيسها خالص كده، مش بنعجن فيها خالص. دي الكوباية اللي فاضلة. انا ماشية معاكم واحدة واحدة كده. احنا بقى هنسيب المضرب من ايدنا خالص. طب ده ايه يا عبير اللي انت بتعمليه ده؟ حلوى تسموه، بسكوت تسموه، حلوى، حلوى الشاي، اي حاجة اللي انتوا عايزين تسموه تسموه. هي كده، هي مخدتش اي تعب خالص. وقد ايه كانت حلوة جدا، عملت لكم طبق جميل قوي. ويا جماعة والله الحاجات دي ممكن تنفع في اي مناسبات، اي حاجة بتتحط مع مع الجاتوهات، مع الحاجة اللي بتتقدم. حلوة جدا. احنا شطار وبنعمل كل حاجة، كل حاجة بنعملها حلوة. ده طبعا دول معلقتين كاكاو كده خام. انا قسمت العجينة زي ما انتم شايفين كده نصين. وهنا معلقتين دقيق، يعني حطيت معلقتين كاكاو وهنا معلقتين دقيق عشان يربطوها كده وتبقى ايه القوام اللي انا عاوزاه. كده هي بقت حلوة معايا. عرفتوا بقى ان انا كنت سايباها كده ليه؟ علشان لما اقسمها وهاجي احط ازود الدقيق او ازود الكاكاو، ما تمسكش وتقفش كده وتبقى العجينة قاسية. كده انا فتحت كده اكياس تلاجة، هنفرد العجينة فيها وهنحط كيس من فوق كمان عشان ايه تساعد على ان انت تفرديها حلو قوي. لان دلوقتي احنا هنعملها طبقتين على بعض. كده هي بتفرديها حلو. السمك بتاعها زي ما انتوا هتشوفوا كده ما هوش تخين قوي يعني، سمكها رقيق جدا. لان انت هتحطي طبقة عليها كمان، فمش عايزينها تبقى السمك بتاعها سميك. كده مع بعض اهوت، واحدة واحدة احنا عملنا اللي هي الكاكاو.
بنعمل بقى اللي هي البيضة كده، بنفردها كده بقى، بنحط اللي هي الكاكاو تحت والتانية دي فوق البيضة فوق. هو عادي يعني حتى لو سبت البيضة، بس يعني ايه، عادي يعني. انا عايزة يعني اخلي الكاكاو بيبقى فوق، مش عايزاه يبقى جوه. وبرضو عايزة تشكليها تبقى بتخلي الابيض بره يعني ده بايدك وبرغبتك انتي. في حتت كده يعني زايدة، وفي حتت ناقصة على اللي هي الكاكاو. فعادي خالص بتاخدي من هنا وبتحطي هنا، كله بيدخل في بعضه، فما ما بيبانش اي حاجة. كده انتي بتقطعه، قطعت البيتزا، قطعت القراقيش. دي عجبتني علشان منقرشة، فادت يعني، ادت شكل حلو في النهاية يعني. كده بقى انتي بتعمليها، هي بتشكليها. بصوا النقرشة دي طلعت جميلة قوي، ادتها شكل حلو قوي. انتي بقى عايزة تعملها العكس عادي، عايزة تعملها على اللون الكاكاو عادي. ده حاجة برغبتك انتي بقى. فانا عملت لكم ديت وديت يعني عشان اللي عايز. انت عايزة تعملها صغيرة وتشكليها زي ما انت شايفة كده، بس انا ما حبيتش الصغيرة فيها خالص يا جماعة. حسيت ان هي نشفت قوي. نعمل لكم كمان واحدة، بعمل لكم كذا واحدة قدامكم اهيت، علشان برضو يعني اللي ما شافش الاولانية يشوف التانية، يشوف التالتة. بحب اطلع لكم الحاجة بصورة كويسة، وبحب اعمل لكم الحاجة اللي هي البسيطة اللذيذة، وفي نفس الوقت شكلها شيك قوي. هي كده خلصت خلاص. بس طبعا انا وانا برصها ديت دهنتها من فوق مربى، والطريقة التانية كده زي ما انتم شايفين دي من فوق بالمربى كده. في طريقة تانية اعملها داخل العجينة من جوه، زي ما انتم شايفين كده فردتها وهدهنها كده زي ما انتم شايفين بالمربى، يعني حشيتها بالمربى. قد ايه كانت جميلة جدا. وخلاص كده جهزت معايا. وده بقى بصوا طبق تقديم مية مية يعني، 10 على 10. وقد ايه هي كانت طعمها حلو جدا. بصوا جميلة جدا، حلوة قوي. إيه، يا ريت تجربوها، واللي يجربها يقول لي هي حلوة ولا لأ. وما تنسوش في دعوة حلوة، وما تنسوش اللايك. وباي باي مع